السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واقعتين حصلوا النهاردة أسخن من بعض. الواقعة الأولى في قنا. اللي حصل هنا إن الأم راحت المدرسة وماسكة السكينة ودخلت لحوش المدرسة علشان خاطر تضرب زميل ابنها، علشان خاطر أولياء الأمور قالوا لها إن ابنك زميله مسكه ضربه وموته من الضرب. ده مسكه إيه؟ يعني مسح بيه المدرسة. طبعا هي سمعت كده، دخلت المطبخ، جابت السكينة، جريت على المدرسة وزقت الأمن، وراحت داخلة على حوش المدرسة ودخلت على الواد، وراحت ماسكة ابنها في ايديها ومقربة للواد كده وقالت له إلا ولدي إلا ولدي، وراحت ضرباه بالسكينة بس جت في دراعه الحمد لله. والواد دلوقتي في المستشفى وبيتعالج. اللي يخليك تعملي كده؟ مش في مدرسة، في مدير مدرسة، في إدارة مدرسة تشتكي لهم؟ يا ست روحي لأم وأبوه، يا ست ما ده ما جابلكيش حقك وده ما جابلكيش حقك، اطلعي على الاسم يجيب لك حقك. ولكن بالطريقة دي تخش على العيل بالسكينة في المدرسة. طبعا على طول وزارة التربية والتعليم بعتت لجنة للمدرسة علشان خاطر تتقصى من الواقعة ديت وتشوف ملابسات الواقعة ديت، وإن هي إزاي دخلت المدرسة وعملت اللي هي عملته دوت. واحدة متهورة على الآخر والعياذ بالله. تعالوا بقى نشوف الواقعة التانية اللي محدش يصدقها أبدا، اللي حصلت في الأقصر النهاردة وإن الناس كلها بتتكلم عنها، وده ترند النهاردة يعني في كل مواقع السوشيال ميديا. الشاب اللي عنده حاجة وعشرين سنة ولا حاجة وتلاتين سنة وواقف في الشارع وماسك، استغفر الله العظيم يا رب، ماسك مطوة، ماسك سكينة، وراح ماسك جاره وهو راجع من الشغل. جاره ده عنده 53 سنة، راجل ماشي على عكاز عامل عملية قلب مفتوح، وراح فصل راسه عن جسمه يا اخوانا. ايوه، فصل راسه كده عن جسمه، الراجل بقى جسمه في الارض وماسك راسه وماشي بيها قدام الناس، بيفتخر ان هو عمل كده. وكمان عمل ايه بقى؟ بصوا الجنان بياكل من الجمجمه بتاعته زي ما بيقولوا كده، يعمل مش عارف ايه ويشرب من دمه، نفس الكلام عمل كده. ده ايه ده؟ ده ايه الجنان اللي احنا فيه ده؟ ده لو جارك عمل فيك ايه، مهما كان مهما عمل فيك، جارك ما تعملش معاه كده ابدا. وحتى لو مش جارك يعني ما توصلش للدرجه ديت. عمل معاك ايه تعمل معاه كده؟ راجل كبير، راجل راجع من شغله، راجل تعبان وعامل عمليه، ويعتبر وجارك تمسكه في الشارع وتفصل راسه عن جسمه. ايه ده؟ الفيديو ده يا جماعة 26 ثانية كده موجود على مواقع السوشيال ميديا، بنصحك اوعى تتفرج عليه لحسن صعب جدا. يعني لو انت قلبك ضعيف اوعى تدخل وتتفرج على الفيديو ده بجد، دي نصيحة مني، لان الفيديو صعب اوي والعياذ بالله. الواحد يعني بيستغرب. اللي اتقتل دوت شهيد طبعا عند ربنا باذن الله، نحتسبه شهيد عند ربنا، اسمه حجاج، ربنا يرحمه وربنا يصبر اهله، وانا لله وانا اليه راجعون، ولله الامر من قبل ومن بعد. واشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.